اتعرف بحضرتك؟ مصطفى خلع. اهلا بحضرتك. ايه اغرب مكالمه جات لحضرتك وكانت من مين؟ أغرب مكالمة جت كانت من بفتحها زي كده، لقيت عرض ألو، قال لي كلب معايا. ده انجليزي دي يا مرسي. ما كنتش تعرف مين الرقم؟ ايه اغرب مكالمه جات لك من حد في التليفون كانت من مين؟ من واحدة اسمها مريم الحضري. انت بتتكلم جد؟ قالت لك ايه؟ ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. قالت لي مش دي واحدة اسمها رقم يوستينا سامح؟ أعرف عليك؟ كورولوس. كرولوس. إيه أغرب مكالمة جات لك في حياتك وكانت من مين؟ بصراحة كده. من واحد اسمه محمد من مصر بيقول لي انت اللي معاك الشكل، فبقول له لا، فبيقول لي لا انت لو ده كان ينزل لي. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اتعرف بحضرتك؟ زازا. ايه اغرب مكالمه جات لحضرتك وكانت من مين؟ انا ما اعرفش يا ست هاني، انا ما بعرف اقول على طول. هو انا هخبي على حضرتك ليه؟ كانت من عبد باظة، بيقول لي فردة الكوتشي ده فين؟ ماشي يا استاذ بلاش تقول فيها شهور. بس كده؟ والله. ما كنتش تعرفه؟ لا كنت شغال معاه في المحل. طيب بس هو نسي الفردة دي حطها في مكان ودي في مكان، حن عليا الساعة 2 بالليل والله. بيقول لي فردة الكوتشي دي فين؟ وانا نايم يعني في عز نومي، قلت له في الرف والله يوم. ماشي تمام، شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اتعرف بحضرتك؟ مصطفى محمد. بدر وليد. اهلا بحضرتكم. ايه اغرب مكالمه جات لك في التليفون وكانت من مين؟ والله هو مفيش مكالمات كتير بتبقى غريبة، بس أغرب مكالمة جات لي يعني كان مرة الكلب بتاعي، واحد صاحبي كان معاه كلب بتاعي، فالكلب بتاعي جري منه في الشارع. كانت دي أغرب مكالمة جات لي يعني. وحضرتك ايه اغرب مكالمه جات لك وكانت من مين؟ لا الصراحة ما جاتليش مكالمة غريبة قبل كده، مش فاكر الصراحة.